مساء الفل. طيب دي تاني حلقة على موضوع ازاي نقدر نحمي نفسنا من النرجسيين. لو انتوا بتسمعوني دلوقتي يبقى اكيد في حد في حياتكم جرح روحكم، جرح انسانيتكم، وجعكم وجع انتوا مش عارفين الوجع ده موجود فين في جسمكم. كل جسمكم محسسكم انه بيوجعكم، كل جسمكم محسسكم كأنكم كنتوا بتتضربوا حتى لو ما كنتوش بتتضربوا. فده نتيجة جرح الروح. الناس اللي بتتربى عن طريق نرجسيين أو بتعاشر نرجسيين لفترة طويلة، سواء يعني في علاقة جواز أو حتى علاقة صداقة أو علاقة مع مدير فترة طويلة، بيحصل لهم جرح في روحهم. ما بيبقوش فاهمين. يعني الواحد لما بيتوجع بيحط ايده على الوجع. اول رد فعل لو تلاحظوا، لو اتخبطتوا تروحوا عاملين كده. العقل والمخ متبرمج على انه المسكه دي بت بت بتسكن شويه، بتقلل الحده، بتطمن. طب لما روحي تتجرح هطبطب على ايه؟ هحط ايدي على ايه؟ ليه روحي اتجرحت؟ لان حدودي كلها بكل انواعها اتداس عليها، اتداس عليها قوي واتهانت قوي. ايه انواع الحدود؟ يعني ايه الحدود؟ ليها انواع. الحدود كذا نوع. اول حاجه الحد الجسدي اللي هو الفيزيكال، اللي هو انا جسمي خط احمر، محدش المفروض يهين جسمي بضرب، بلسع، بحرق، بزق. الحاجه اللي تلمس جسمي دي ده خط احمر. خط احمر بقى من اب، من ام، من اخ. ما ينفعش نضرب حد، ما ينفعش. لو انتي ام بعد اذنك ما تضربيش ولادك، لو انت اب بعد اذنك ما تضربش ولادك، ما تضربهم. ده مش تربية. التربية مش في الضرب. الضرب بيجرح الروح، ما بيربيش. فبعد اذنكم لا تتضربوا، ولا تسمعوا حد يضربكم، ولا تسمعوا حد يلمسكم من غير ما يكون انتوا حابين اللمسة دي، ولا تسمحوا لنفسكم تضربوا حد مبدئيا. يعني ده اول حد من حدودي، اني احافظ على جسمي. طيب الناس الادلتس اللي كبروا دلوقتي وكانوا بيتضربوا ضرب مبرح وهم صغيرين ولسه فاكرينه او لسه معلم، يعني ده اول حد حصل له جرح. ده اول حد واقرب حد، يعني ده اقرب حد من حدودي. انا بتكلم باوندري، يعني اللي هو ده الجزء ده انا، ده انا اتهنت انا. فبالتالي اي اذى تاني، اي نوع اذى تاني ما بيبانش، بيتوه. ممكن يتاخد على انه حب، ممكن يتاخد على انه غيرة، ممكن يتاخد على انه تعلق. الشخص ده متعلق بيا فبيأذيني عشان اقعد معاه، او مش بيأذيني اصلا، ده مش اذى، ده هو طبعه كده، ده هو هيتغير، لانه ما ضربنيش. طالما ما ضربنيش فلة الفلل، ده كتر خير الدنيا جدا، ده حلو قوي. طالما انا كنت متعودة او كنت بجرب اني بضرب، فده اول حدود ممنوع حد يجي جنبها. ممنوع اي حد بيسمعني، ممنوع حد يلمسكوا لمسة مش عاجباكوا. وهنتكلم ازاي نوقف الناس عند حدها، بس يعني خليكم معايا. طيب ايه تاني حد؟ تاني حد الحد بتاع الهالة بتاعتي، البرايفسي بقى بتاعي، اللي هو احنا كل شخص كده عنده طاقة كده، هالة حواليه. الهالة دي مش المفروض برضو حد يخترقها. وكل واحد هالته حجمها على فكرة مختلف. بمعنى ايه؟ المسافة اللي بيني وبين الناس مش المفروض تبقى مخترقة. مش المفروض حد يكلمني ويهجم عليا وهو بيكلمني، انا كده بيخترق حدودي. مش المفروض حد يزنقني في حيطة ويزعق لي. مش المفروض لازم اخلي بالي ايه
مستوى ايه مساحة الطاقة اللي حواليا اللي ما بقبلش فيها او بحس فيها ان انا مش مائزة كده، واقول للشخص لو سمحت خليك، طيب خليك بعيد وهنتكلم، ما تقربش كده. طيب تالت بقى الحدود العاطفية او الحدود المشاعر، ان حد يجرح مشاعري، ان حد يدوس على مشاعري، يدوس عليها بانه يقول لي كلام مش مقبول بالنسبة لي، يقول لي كلام بيوجعني. وكل واحد على فكرة الكلام اللي بيوجعه مش نفس اللي بيوجع التاني، يعني كل واحد كلام اللي بيوجعه مختلف. في واحدة بتوجعها لو حد قال لها انت تخينة، في حد بيوجعها لما حد يقول لها، حد يقول لها انت سمرة، في واحدة بتتوجع لما حد يقول لها انت قصيرة، في واحدة بتتوجع لما حد يقول لها انت ليه بتضحكي كتير. كل حد له نقط وجع معينة، كل ما نقطة الوجع دي حد بيجي عليها كأن بالظبط تعويرة مفتوحة، وانا حد بيجي بيضربني عليها. صح. للأسف التعدي على حدودي اللي هي الحدود العاطفية ما بيبانش للناس. مينفعش اقول انت وجعتني فين، وجعتك فين، انما لو في تعويرة وحد داس عليها هقوله اهي التعويرة اهي، انت دوست على دي، اسف مش هدوس عليها تاني. انما وجع المشاعر مش متشاف، وبما انه مش متشاف بيدي فرصة للي قدامك يقولك او تقولك انت حساسة قوي بزيادة، انت ايموشنال قوي، عاطفية بزيادة، الكلام اللي انا قلته ما يزعلش، طب انا كنت بهزر. صح؟ مش بيتقالكوا دايما لما تزعلوا من حاجة وجعاكوا انا كنت بهزر؟ مفيش حاجة اسمها هزار في الوجع، مفيش حاجة اسمها اسمح لحد يهزر في وجعي، ووجعي براحتي، اتوجع ان شاء الله لما حد يقول لي شكلك حلو اتوجع، انا حرة، انا حرة يا سيدي، دي بتوجعني انا ما يعني وانا لازم اخد اذن؟ لازم اخد اذن انا المفروض اتوجع من ايه وما اتوجعش من ايه؟ الناس بتدي نفسها الحق ده انها تأذن لك تتوجع من ايه وما تتوجعيش من ايه. تأذن لنا نتوجع جسديا بس ما تأذنناش نتوجع عاطفيا، مع ان الوجع النفسي العاطفي ابشع بكتير من الجسدي. الجسدي سهل احدده واعالجه، انما اللي عاطفي والنفسي ده احدده فين؟ ده انا جهازي العصبي كله بيتدمر، ده انا جهازي العصبي بيضرب، يعني جهاز بيضرب انذار، زي جهاز الانذار كده بتسمعوه في المولات مثلا لما يبقى فيه جهاز انذار حريق كده، حتى لو فولس، حتى لو اي كلام مفيش حريقه ولا حاجه، يسور الودان. تخيلوا ان انتوا كل ما حد يدوس على حدودكم جهاز الانذار ده بيضرب في جسمكم كله، ويا عالم يعني بيخبط ايه وهو بيضرب. هل مثلا بيخبط له حته مناعه كده فيروح فيروس معدي ساعتها فناخد برد؟ اقل حاجه يضرب حته مناعه الغده تتشقلب، يضرب حته مناعه الضغط يتنيل، حته مناعه السكر، البنكرياس، الانسولين، الكورتيزول. ده بسبب جهاز الانذار، الجهاز العصبي بيقعد يضرب انذارات على الفاضي وعلى المليانه، هي تبان على الفاضي بس هي بسبب وجع. جهاز الانذار ده مصمم انه يضرب في وقت اللزوم، في وقت الخطر الحقيقي، في وقت ان اكون هتاكل او هتشقلب او في حريقه بجد او في بركان او في زلزال او هغرق او بعد الشر يعني على كل الناس، مصيبه حقيقيه جهاز الانذار ده بيضرب فيها عشان اتصرف بسرعه، عشان يجري، يا هيحصل لي فريزنج يا ههاجم. عشان كده بنعيط، عشان كده بنبقى جسمنا كله متشنج وبيبان علينا. يقولك بيبان عليكي قوي على فكره لما تبقي زعلانه، ماشي المفروض يبان عليكي، احنا هنا في شغل. ده جهازك هتعملي ايه في جهازك العصبي؟ فخدوا بالكم في المرحله دي، احنا في مرحله وعي،
انا محتاجاكوا تاخدوا بالكم من ايه اللي بيضرب جهاز الانذار عندكم، من غير تنظير، من غير حكم، من غير مش المفروض ان دي تضايقني. انا كبرت بقى على الكلام ده، انا كبيره قوي على ان الجمله دي تضايقني، كانت بتضايقني وانا صغيره. جهازك العصبي ما بيكبرش، هو اللي كان بيزعله وانت طفله لو ما تعالجش بيزعله وانت كبيره، طالما ما حصلش ثيرابي، كوتشنج، هيلينج، وعي. اكتب، طالما ما عملتش حاجه مجهود في اني اتعافى من هذه النقطه، كل نقطه وجع بتعمل كده، مش هدا بيلا بتعالج مره هوبا بيبقى كله، لا 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 لا، كل نقطه لازم ادخل واشوف ايه اللي مزعلني منها وكان بيتقال لي ازاي، وازاي اكلم نفسي بطريقه تخليني ما يتوجعش تاني، و100 موديول كوتشنج، قصص. انا مش بصعبها، بس انا بقول لكم ان الموضوع مش مجرد، مش هايف، مش ايه العبط ده. فاول مرحله، احنا هنا في مرحله الوعي، محتاجاكوا تشوفوا ايه حدودكم، ايه اللي بتخترق، وكل حد له حدوده المختلفة عن التاني. هل في حد بيخترق حدودي الفيزيكال؟ اكتبه. في حد بيخترق حدودي البرايفت، لما حد بيجي يكلمني بحد معين، بيجي يلزق فيا او بيجي يهجم عليا بطريقة معينة بتضايقني، اكتب. تعليق معين لو اي حد بيقوله بحس اني عايزه اقتله، او عايزه اجري، او عايزه اعيط، او عايزه اضرب في الارض، او عايزه اخبط حاجه، اكتب. ده جهازي العصبي، مش حاجه لوجيكال، مش حاجه يا جماعه انت ازاي مخك بيقولك ان دي مشكله؟ مخي ما بيبقى ساكت ساعتها، باي يعني المخ بياخد جنب كده بيقول يا جماعه معلش الجهاز العصبي اتفضل، احنا عندنا مصيبه سودة، يلا بينا، احنا هنبطل كل الاكتيفيتيز اللي الجسم بيعملها، غير الاكتيفيتيز، ومش هودي طاقه غير للاطراف، عشان يا هضرب بايديا يا هجري برجليا. الهضم بيقف، التنفس بيبقى سريع جدا، وده بيتعب القلب. القلب بيقعد يدق بسرعه جدا عشان يضخ الدم بسرعه، عشان انما ده مش المفروض يقعد فتره طويله، ومش المفروض يتكرر كتير. الانسان مش ما اتخلقش وما تعملوش تصميم انه يعيش في خطر طول الوقت. الانسان اتصمم على انه يهرب من الخطر ويرتاح فتره طويله، وبعدين يشوف خطر تاني يهرب منه بسرعه ويرتاح فتره طويله، ايه ما يتاكل يعني، ما هو يا هيهرب اسد ياكله خلاص، الموضوع خلص. انما مش المفروض انه يقعد في حته مليانه اسود، كل شويه يشوف اسد يخاف يجري منه او يستخبى ويفضل قلبه يدق، وبعدين يمشي خطوتين يلاقي اسد تاني يجري منه ويفضل ما تصممش على كده. اختراق الحدود بقى بيعمل كده، كأن كل شويه بتجري من اسد، لانك بتجري من تعويره، خايف اتعور، انا متعور وحد بيدوس على تعويرتي، فجهازي العصبي كل شويه يقول لي انت ليه موقفك هنا يا ست الكل، ما تجري، ما تجري يا حبيبي. لا ما اقدرش اجري والله، انا بكلم مديري. طب عيطي، طب صرخي، طب فريز، طب يغمى عليكي، طيب اي حاجه، ما ينفعش، لازم ابقى باينه كويسه وكول. طيب ماشي حاضر، ابوظ لك حاجه في السيستم، ما انا هعمل ايه؟ طيب ما هو الكورتيزول عالي والادرينالين عالي، واطرافك بقى فيها طاقه ملهاش علاقه بالموقف، اعمل لك ايه؟ يلا بينا، يلا نبوظ لنا حاجه من غير ما يقصد. فالاول هتقولوا لي هنعمل ايه؟ مش دلوقتي، مش مرحله دلوقتي نعمل ايه، مرحله دلوقتي الوعي، مرحله اخد بالي مين بيقصد يخترق حدودي، مين بيقول كلام فاكره هزار وهو بيهزر حقيقي، ولو ان اللي بيهزر بجد مش هيهزر بوجع. اللي بيهزر بجد وعايز يخفف دمه ما يخففش دمه على حسابي، ما طلعنيش المسرح ويقول اصلا كنت بهزر. لا يا حبيبي، انت كنتش بتهزر، انت قاصد تهني. اسمه passive aggressive attitude. passive aggressive يعني هو aggressive بس يعني مش عارفه اشرحها. passive aggressive والله مش عارفه اشرحها بالعربي، زي انا سمعتها كتير بالانجلش. معناها ان هو حد العنف بتاعه متخفي، يعني عنف مش عنف حقيقي بزعيق، لا بس عنف من تحت لتحت، وده ابشع انواع العنف لانه ما بيبانش للناس. يقول لك يا عمي ده كان بيهزر معاكي، كان بتهزر معاكي اصلا، ما انت زعلتي من ماما ليه؟ اخواتك يقولوا زعلتي من ماما ليه؟
اتقمصتي وقمتي وعيطتي وقلبتي العيد ميلاد نكد. دي كانت بتهزر. لا، ما كانتش بتهزر. وطبعا يقنعوكي القرود الطائرة والنرجسيين المخفيين ان انتي غلطانة وانتي اللي نكدتي على الدنيا ويا ريتك ما، يعني الدنيا كانت بسيطة. اللي بيهزر ما يهزرش على حساب كرامتي، اللي يهزر ما يهزرش على حساب وجعي. ده مش خفة دم، ده تقل دم. ليها حلول، بس الاول مرنوا نفسكم على الوعي. كتابة كده، لازم اخرج الكلام كله على ورقة وقلم، لا تايبينج ولا تكستينج. ماشي بينفعوا، كتابة او فويس نوت لنفسي احسن حل ان انا اطلع اللي جوايا. الكتابة كمان بتريح المخ جدا، بتريح العقل الباطن جدا، بتفرق معاه كتير. ف كالعادة اكتبولي كومنتاتكم، اكتبولي تعليقاتكم، اكتبولي اي حاجة نفسكم فيها. ويا ريت تعملوا سبسكرايب للقناه لو القناه دي نفعاكم وهتحبوا ترجعوا لها تاني وتشوفوا الفيديوهات اللي بتتعرض جديده او القديمه. ولان طبعا لما بتعملوا سبسكرايب او لايك او كده الالجوريثم بتاع اليوتيوب بيظهر الفيديو، فممكن حد تاني يستفيد. اتمنى الاستفاده للناس كلها، ومستنيه تعليقاتكم، ولقائنا في فيديو جديد عن الحدود برضو ان شاء الله المرة الجاية. وكان معاكم ماجي حرفوش لايف كوتش. اشوفكم الفيديو الجاي.